بتشوفي فيديوهات كتير قوي للصابون ونفسك تجربي الصابون وخايفة يفشل منك وتتعقدي وما تعمليش صابون تاني. التجربة سهلة جدا، تعالي ادخلي معايا التجربة الحلوة دي واوعدك هتكملي وتشوفي كل وصفاتنا وتنفذيها. كوباية زيت واحدة بس بالمج العادي بتاع الشاي، معلقتين كبار من الصودا الكاوية، وربع كوباية مية. هتدوبي الصودا في المية وتسيبيهم يبردوا، هتنزلي بيهم على الزيت وتقلبي. القوام هيتقل معاكي، حطي الاضافات اللي انت عايزاها، اضافات منعمة، اضافات مرطبة زي ما انت عايزة. هتقلبي لحد ما توصلي الاثر. يعني ايه اثر؟ يعني انت بتقلبي بشوكة مثلا زي اللي انت شايفاها، ترفعيها وتعملي خط يفضل بارز على وش الصابون وما يختفيش. هنا وصلت الاثر، ضيفي اللون اللي انت عايزاه والريحه اللي بتفضليها، صبي الصابونه سيبيها تنشف، استعمليها بعد شهرين لشعرك لجسمك لملابسك. النتيجه هتعجبك جدا واوعدك هتزوريني في فن وتوفير، وهتتابعي كل وصفاتنا ومش هترمي ولا نقطه زيت ولا هتبيعيها. ما تتاخريش عليا، انا هستناكي. شكرا والسلام عليكم. بتشوفي فيديوهات كتير قوي للصابون ونفسك تجربي الصابون وخايفه يفشل منك وتتعقدي وما تعمليش صابون تاني. التجربة سهلة جدا، تعالي ادخلي معايا التجربة الحلوة دي واوعدك هتكملي وتشوفي كل وصفاتنا وتنفذيها. كوباية زيت واحدة بس بالمج العادي بتاع الشاي، معلقتين كبار من الصودا الكاوية، وربع كوباية مية. هتدوبي الصودا في المية وتسيبيهم يبردوا، هتنزلي بيهم على الزيت وتقلبي. القوام هيتقل معاكي، حطي الاضافات اللي انت عايزاها، اضافات منعمة، اضافات مرطبة زي ما انت عايزة. هتقلبي لحد ما توصلي الاثر. يعني ايه اثر؟ يعني انت بتقلبي بشوكة مثلا زي اللي انت شايفاها، ترفعيها وتعملي خط يفضل بارز على وش الصابون وما يختفيش. هنا وصلت الاثر، ضيفي اللون اللي انت عايزاه والريحه اللي بتفضليها، صبي الصابونه سيبيها تنشف، استعمليها بعد شهرين لشعرك لجسمك لملابسك. النتيجه هتعجبك جدا واوعدك هتزوريني في فن وتوفير، وهتتابعي كل وصفاتنا ومش هترمي ولا نقطه زيت ولا هتبيعيها. ما تتاخريش عليا، انا هستناكي. شكرا والسلام عليكم.